السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بكامل بخير. مرحبا بكم في قناه الطبخ تاع ديليز دولينا. اليوم جبت لكم وصفه كنت جربتها ولا بروميير فوا، تاع القريوش التلمساني اللي يجي منفوخ وخامي من الداخل. ان شاء الله يعجبكم. كيلت الزبده وذوبتها. هنا البنات كما راكم تشوفوا نبسوا الفارينه مليح مليح مع الزبده حتى تدخل لنا مليح الزبده في الفارينه. هاي ليكم بعد ما بسست مليح الفارينه بيدي، يعني حكيتها بيدي حتى دخلت الزبده في الفارينه. هنا البنات تبعوني مليح. هذه اللي حنعبرها الخميره. كنت وجدتها على كما راكم تشوفوا في الفيديو. درت كاس فيه مغرفه صغيره تاع خميره تاع الخبز، وهنا عندي كاس تاع فارينه، يعني خلطهم مع بعض حتى ولا عندي خليط ليكيد، يعني كيما تاع الكريب. نخلوهم ليله كامله ومن غدوه الصباح نوجدوا القريوش تاعنا. نعاودوا نرجعوا. المهم عندنا عبار من هذا الخليط اللي درتو تاع الخميره على بيض، نزيد عليه نص ساشي تاع خميره تاع الحلوى، ونزيد عليه شويه تاع قارص ولا خل، وحبه بيض تكون صغيره على خاطر درت كميه صغيره. نخلطهم كاع مع بعض، وهذا الخليط راح نلم به العجينه تاعي تاع القريوش. البنات هنا العمليه شويه طويله، مي صوتي ناستيس يعني بالنسبه ليا اللي استعملتها انا نوريها لكم. هكا سهلت عليا الطريقه، ان شاء الله تسهل عليكم نتوما. كما راكم تشوفوا هنايا هذه فوتها في الرقم 1، عاود طبقت على 3 ونعاود لها في الرقم 1. نعاود نطبقها على 3 ونرجعها في رقم 3. هذه الطريقه تاع التوريق تاع القريوش.
سهله كيما راكم تشوفوا، ونزيرو هكا سوغ لي كوتي باش ما تفتحلناش كي نقليو. هذا هو الشكل تاعها تاع الورده. نديروها في السنيوه ونغطوها بالبابي فيلم باش ما تيبسناش العجينه. نبدا بلا بروميير اللي درتها، نديرها في النيميرو 3، نعاود نطويها على 3، نرجعها في النيميرو 3 ونحطها دو كوتي حتى نكملهم كامل، ونرجع بوغ ليتاب كاتريام نيميرو 4 ابخي نيميرو 5. كي نكملوهم كامل نبداو نشكلو الكريوش تاعنا. هذه الطريقه يعني انا سهلت عليا. صدقوني جاتني يعني درت فاري كيلت بالكيله الصغيره الفارينه جاتني ميم با كيلو، مي القريوش الله يبارك جاني بزاف. فوالا البنات، هنا بعد ما كملت كاع حليت العجينه تاعي في النيميرو 1 ومن بعد النيميرو 3 والنيميرو 4 ومن بعد مباشره في النيميرو 5 كملتهم كاع كي راهم واجدين. هنا دوك نبدا نقطع فيهم ونشكل فيهم، يعني طريقه سهله. وراني درت الزيت تاعي يسخن على نار قليله لو طون نكمل نشكلهم يكون ديجا سخن، ونبدا نقليهم. نتلاقاو ان شاء الله في مرحله تاع القليان.
داخل جاي فارغ ويجي يتفتفت وحده خفيف، يعني يستاهل التجربة البنات. وجربوا بكونتيتي صغيرة ماكمش خاسرين. هنا عندي الحسيلة بعد ما سخنتها على خاطر القريوش تاعي راه بارد كاريمون. وهذا الدجاج اللي كنت حمصته نعسل